السلام عليكم. النهاردة معانا ملخص انمي جامد جدا، ولكن في البداية انا حابب اعرفكم اني بشتغل على الفيديوهات لوحدي، من اول كتابة الملخص والتسجيل وكمان المونتاج. فبجد انا بتعب جدا وبعمل كل ده علشان تكونوا مبسوطين. فانا بس بطلب منكم لو الفيديو عجبكم انكم تعملوا لايك للفيديو وتقولوا رأيكم بكل صراحة في الكومنتات، ويا ريت لو تشتركوا في القناة. ده بيثبت لي ان في ناس فعلا حابة اللي هي تشوفني مرة تانية. انا في العادي ما بطلبش كده، ولكن نفسي احس ان مجهودي حد بيشوفه وبيقدره. وشكرا ليكم، ويلا بينا نبدأ الفيديو. تخيل ان في بنت لطيفة جدا بتيجي تعترف لك بحبها بلغة تانية ومش عارفة انك فاهمها. دلوقتي لازم تمثل جامد وتعمل كأنك مش فاهم ولا كلمة من اللي هي بتقولها، وكل ده في أكاديمية سيري. الكل واقف بيتفرج بإعجاب لما إليسا المعروفة كمان باسم عالية بتمر قدام الكل، والكل بيعجب بيها. هي اتولدت من أب روسي ودرجاتها من أحسن درجات المدرسة، وهي ممتازة في الرياضة وكمان عضوة في مجلس الطلاب. وفي اللحظة دي طالب سنة تانية اسمه إندو بيقرب منها وبيحاول يغازلها، ولكن عالية بترفض كل محاولاته وبتقوله إنها مش مهتمية بيه. وقبل ما تمشي بتشيل عقده اللي هو مخالف لقوانين المدرسة، وإندو واقف ساكت مش عارف يقول إيه. لما عالية بتخش الفصل كل العيون بتيجي عليها بيتفرجوا عليها بإعجاب. ولما عالية بتقعد بتلاحظ مشيكا، هو بيكون نايم على مكتبه جنبها وعالية بتحييه، ولكن هو ما بيردش عليها وبينفض لها. وهي لما بتلاقيه بيعمل كده هي بتخبط على الكرسي علشان تصحيه، وعالية بتسأله إذا كان سهران بيتفرج على الانمي، ومشيكا بيشرح لها ان الانمي خلص عرضه متأخر والمناقشة مع أصحابه الأوتاكو طولت أكتر من المتوقع. وعالية بتقوله اللي هو مجنون وهو بيوافق، ومشيكا لسه نعسان. ولما بيعلق بكلمة بالروسية بيحاول يخبي دهشته وبيسألها قالت ايه، ولكنها بتكذب عليه. ولما الحصص بتبدأ مشيكا بلاحظ اللي هو نسي دفتره، وعالية بتسمح له يقعد جنبها. وأثناء الحصة مشيكا بيبدأ ينام تاني وعالية بتفوقه. وبالصدفة ده بيحصل لما المدرس بيسأل سؤال فجأة، ومن خبط عالية القوي ايده اتحركت والمدرس افترض اللي هو اللي عايز يجاوب، ومشيكا وقف وهو مش عارف السؤال أصلا. ولما بيبص لعالية علشان تساعده هي بتشاور له على الإجابة الغلط. بعد ما بيحرج نفسه عالية بتجاوب هي الصح، ومشيكا مصدوم من خيانتها ليه، ولكنها بتصمم ان هي كانت بس بتشاور على السؤال وخلاص. ووسط الجدال ده كله هي بتكرر كلمة روسية وبتسميه لطيف، ومشيكا بيحمر وشه. ولما بيسأل يعني ايه هي بتكذب تاني وهي مش عارفة. مشيكا فاهمها اصلا، دماغه دخلت في حالة انهيار، بس هو لسه محافظ على تعبير وشه. هو عامل زي الطفل كان دايما بيلعب مع بنت روسية ساكنة جنب بيت جده، وده خلاه يتعلم اللغة مع الوقت. وبفضل ده هو فاهم البنت الروسية الجميلة اللي جنبه دي وهي بتبوسه بالكلام بالروسية، وهو قرر يخلي ده في السر وافترض اللي هي هتحرج لو عرفته. وجرس المدرسة بيرن ومشيكا بيطلع موبايله، وعالية بتفكر اللي هو بيستخدم موبايلات أثناء الدوام وده ممنوع إلا في حالات الطوارئ طبعا. ومشيكا بيقول لها دي حالة طارئة، ولما بتسأله ليه بيقول لها بحماس إنه عمل حاجة كويسة. وعالية بتاخد الموبايل وبتشوف صورة لساكيومي، دي ملكة القمر في الأساطير اليابانية، وساعتها هي رجعت له الموبايل وهو مستمر يعبر عن حماسه، وهي بتقوله بالروسية اللي هي كمان شعرها فضي وبتسمي غشاش. ومشيكا مصدوم وبيسألها قالت ايه، بس هي بتكذب مرة تانية. وبيبدأوا يتبادلوا كلام بطريقة لعب وهو بيعمل كأنه مصدق ترجمتها. وأثناء الغدا تيشي فجأة بيصرخ اللي هو عايز يكون جذاب مع البنات، ولكن مشيكا وهيكارو بيتجاهلوه. وفجأة كل انتباه الكافيتيريا بيروح للبنات من مجلس الطلاب، ولما بيدخلوا أليسا كيو وماريا كوجو أخت أليسا الكبيرة ويوكي سو وهيكارو بيعلق إن إخوات كوجو جميلات جدا، وتايشي بيقولوا اللي هو بيحب يعرف أكتر عن ماريا، وهيكارو بيقول إن ماريا عندها صاحب أصلا وهي دايما بترد الأولاد اللي بيعترضوا طريقها ومصممة اللي هي مرتبطة. ومشيكا بيعلق سواء كانت مرتبطة ولا لأ، فتايشي مش هيقف قدامها. تايشي بيقول له كبرش دماغك بس علشان انت صاحب عالية. مشيكا بيرد ان عالية دايما بتزعل منه، بس تايشي بيقول له ده افضل من ما فيش رد خالص. ومشيكا حاسس ان كل ده بفضل اللي هو قاعد جنبها اكتر من سنة. وتايشي بعدين بيقول له اللي هو لو قدر يغازل اي واحدة من التلاتة كانت هتكون يوكي،
لان هي شكلها سهله وممكن يقدر اللي هو ينجح معاها. وهيكارو بيقولوا ان يوكي رفضت اولاد اكتر من عالية، ولما يوكي وعالية بيدوروا على مكان يقعدوا يوكي بتبص على ماشيكا وبتقرب من الترابيزه بتاعتهم وبتساله اذا ممكن تقعد معاهم، وماشيكا والاولاد بيوافقوا طبعا، وعاليه كمان بتقعد، ويوكي بتعلق اللي هي جابت نفس الغدا زي ماشيكا بالظبط. وبناء على التفاعل عاليه واضح عليها اللي هي غيوره وبتسال اذا هم اصحاب، ويوكي بترد اللي هم يعرفوا بعض من الطفوله وراحوا نفس المدرسه من الروضه، وبتضيف اللي هي حابه تبقى اصحاب مع عاليه، وعاليه بترد اللي هي ممكن تكون صاحب معاه بس ده مش هيكون ممتع، ويوكي بتاخد ده برضه برد فعل ايجابي. وتايشي بيعتذر وبيقولوا انه خلاص خلص غدا، وهيكارو بيروح معاه، ولكن تايشي بيهمس لماشيكا ان البنات لامعات عليه قوي ومش غريب اللي هو مش مشهور عند البنات. وبعد لما بيمشوا يوكي بتقرب من ماشيكا وده بيخلي عالية اكتر غيرة، ويوكي بتسأله إذا فكر ينضم لمجلس الطلاب، ولكن هو بيقول لها اللي هو مش مهتم. ويوكي بعدين بتقول لعالية إن ماشيكا كان نائب رئيسها في مجلس الطلاب لما كانوا في الإعدادي، وده بيفاجئ عالية جدا. وماشيكا بتضيف بسرعة اللي هو كان بس لأنه كان يوكي طلبت منه يترشح معاها، وعالية بتهمس بحاجة بالروسية تشرب مشروبها بسرعة، وبعدين بتضرب العلبة الفاضية على الترابيزة من الغضب. وبعد الغدا بيسلموا على يوكي، وعالية بتسأل كأنها بتعلق إذا كانوا قريبين، وبتضيف إن هي عمرها ما تخيلت بنت تحب تبقى صاحبة معاه. وماشيكا بيشير إن في واحدة قدامه دلوقتي ورقمها هيبقى معاه، وعالية بتتخض شوية وبعدين بتقبل اللي هم أصحاب. وقبل ما بتمشي وهي بتضحك جواها، وفي الماضي ماشيكا كان بيلعب مع بنت روسية واتعلم شوية روسي منها رغم اللي هو كان شوية ناسي، ولكن بالليل كانوا بيسلموا على بعض وهي بتبوسه على خده. ماشيكا بيصحى ساعتها وفاكر انه درس روسي بجد لانه كان عايز يتكلم معاها، بس هو حتى مش فاكر اسمها. وهو بيجي المدرسة بدري لانه مع عالية في مهمة التنظيف، وبعد ما بيخلصوا شوية حاجات ويعجبوا بشغلهم عالية بتيجي وبيحيوا بعض، وعالية بتعلق اللي هو غريب اللي هو يصحى بدري كده، وعالية بتعرض اللي هو تمسح السبورة بعدين معاه. ولما ماشيكا بيقرب منها بيلاحظ بقع على شرابها وبيفترض اللي هي اتدست على بركة ولا حاجة، بس عالية بتقوله اللي دي شاحنة رشة مية عليها، وهي بتقول اللي هي معاها شراب احتياطي، وبتستغل الفرصة وبتسأل ماشيكا عن المنصب بتاعه اللي فات في مجلس الطلاب. بتقولك معاها شراب احتياطي، قال مين ده اللي بيمشي بشرابات احتياطية معاه؟ سيبكم الشرابات دلوقتي يا اخواتي، عملتوا لايك للفيديو ولا لسه؟ ها يا رب تكون عملتوا، ولو انتوا لسه جداد يا ريت تشتركوا في القناة علشان نكبر بيكم. ويلا بينا نكمل قصتنا. وفجأة عالية بتبدأ تشيل الشرابات، وماشيكا بيتفاجئ وبيحاول يبص بعيد، ولما بيلاحظ اللي هي مش بتبص له بتبقى مشاغبة وبتطلب منه يجيب الشرابات الاحتياطية من دولابها، وماشيكا بيوافق، ولما بيجيبها لها بتطلب منه يلبسها لها. فيها ست انت عايزة مننا ايه بالظبط؟ وماشيكا مصدوم وبقه مفتوح على الاخر، وعالية بتستهزأ منه شوية وبتسميه جمان، وماشيكا بيقرر يساعدها، والموقف بيتقلب ودلوقتي هي اللي متوترة ووشها محمر. ولما بيلبس لها الشراب ايده بتلمس رجلها، وده بيخلي عالية تخاف وبتشد رجلها لبعيد، وبسرعة بتمشي من الفصل وسايبة ماشيكا متألم. وبعد كده ماشيكا بيبعت رسالة لأخته وبيقولها اللي هو ممكن يكون عنده حاجة مع الأرجل، محادثتهم مش مفهومة خالص وشوية حاجات غريبة موجودة فيها. وفي الآخر ماشيكا بيلحق عالية وبيعتذر ليها، ولما بتديه فرصة بيتكلم، وهي بتسميه بالروسية مريض الأرجل، وهو بيطلب السماح، وهي بترد اللي هي مش زعلانة دلوقتي وبتعتذر لأن هي ضربته، وبتسأله إذا كان هو كويس ولا لأ. ولما بتحاول تلمسه هو بيتوتر وبقه بيبدأ يهتز، ولكن هو بيشكرها لأن هي ورته جزء من الجنة الموعودة. طبعا أنا مش هقول معنى الجملة دي، وعالية بتحرج وبتضربه لبعيد تاني وبتسبه بالروسية قبل ما تسيبه وبتجري، وماشيكا بيجري وراها ولسه بيعتذر. وبعد لما بيجروا حوالين المدرسة كذا دقيقة الاتنين بيتعبوا وبيسترحوا كعرض للسلام، وماشيكا بيقدم لها مشروبها المفضل بطريقة درامية، وهي بتشرب شوية وبعدين بتعرضه عليه بالروسية، وماشيكا بلاحظ اللي هي عايزة بطريقة غير مباشرة شوية تلامس، ولما بيسأل معنى اللي هي قالته هي بتكذب تاني، وماشيكا
بيروح يساعد يوكي وهو يرتب حاجات في المخزن اللي عالية كمان موجودة فيه. وبعد لما بيخلصوا كلهم بيروحوا المكتب مجلس الطلاب، ويوكي وكمان عالية بيشكروا ماشيكا على مساعدته. ولما بيجي كنزاكي رئيس مجلس الطلاب بيشكره هو كمان. وقبل ما ماشيكا يمشي كنزاكي بيقعد يشتري له عشاء، وماشيكا في الأول بيرفض ولكن يوكي بتقنعه يروح. وكنزاكي كمان دعا يوكي وعالية يجوا معاهم، وأثناء العشاء ده بدأوا يتكلموا عن احتمال ان ماشيكا ينضم لمجلس الطلاب. وماشيكا اكتشف ان عالية ناوية تترشح لرئاسة مجلس الطلاب ضد يوكي. وبعد العشاء كل واحد راح في طريقه، وكاكي وصل يوكي وداها لحد البيت وساب ماشيكا مع عالية، وهو ودى عالية لحد بيتها برضه قبل ما يرجع لبيته. ولما وصل شاف جزمة ست على الباب ولقى يوكي قاعدة مسترخية على الكنبة، ورحبت بيه وقالت له اللي هي تقعد هناك الليلة. ويوكي هي أخت ماشيكا، أخت الصغيرة، ولكنها كانت بتتظاهر اللي هي صاحبته من الطفولة في المدرسة. وفي الصبح يوكي قعدت على ماشيكا مستنياه، وده بيخليها أخت مزعجة جدا، وقالت له إن المرة الجاية هتختفي تحت سريره علشان تخوفه. وكان عندهم خطط لموعد في نفس اليوم. وأثناء ما كانوا في المول ماشيكا ويوكي لاحظوا إن آية بتتجسس عليهم، ويوكي قررت تروح تكلمها، وماشيكا مضطر يروح معاها. وآية اتفاجئت وقالت اللي هي شافته من كام دقيقة بس ما قدرتش تلاقي اللحظة المناسبة اللي تقول فيها هاي، وكلهم عرفوا إن ده كذب. وآية قالت اللي هي جت تشتري هدوم، ويوكي دعته علشان تتغدى معاهم، وماشيكا رفض وقال إن المكان بيعمل رامن حر جدا ويوكي ممكن ما تستحملش. ورغم قلقه هي أصرت تنضم ليهم. ولما وصلوا المطعم عالية لاحظت من شكل المكان اللي هي تغلط غلط كبير، بس كبريائها منعها تتراجع. ويوكي شرحت لها المنيو، وعالية قررت تطلب أقل حاجة حارة، ويوكي وماشيكا اختاروا نفس الحاجة. وأثناء ما كانوا مستنيين الوجبة عالية لاحظت إن يوكي لابسة ستايل ولادي، ويوكي قالت اللي هي كمان نايمة في سرير ماشيكا الصبح، ودخل يلاقي تف الماء اللي كان بيشربها يا عيني. وأضافت اللي هي عايزة تلبس حاجة مختلفة فاستعارت واحدة من قميصه. وماشيكا شرح لعالية إن يوكي جت عنده على طول ونطت على سريره لوحدها، وعالية مش مصدقة طبعا. وكل ده ما تعرفش ليه يا اخته. واكلهم وصل وعالية خايفة حتى تدوقه، واستجمعت شجاعتها واخدت اول لقمة. واضح اللي هي مش قادرة على الحار، ولكنها قالت لماشيكا اللي هي بخير لما سألها، وكملت تعذب في نفسها بالاكل حتى لما ماشيكا طلب منها اللي هي تتوقف. بعدين يوكي اقترحت تضيف بهارات علشان تخليه حراق اكتر، وهي عاملة وش الشرير. وآلية وافقت على طول وقالت ان نقطة واحدة مش هتقتلها يعني، ولكن دي كانت هتموت فعلا لان هي صرخت من الألم بعد لحظات. وماشيكا اضطر يجيب لها ايس كريم يهدي بيها اعصابها. واثناء ما يوكي راحت تشتري حاجة ماشيكا استغل الوقت وسأل عالية ليه عايزة تبقى رئيسة مجلس الطلاب، وهي انزعجت وقالت اللي هي مش محتاجة سبب علشان تطمح للأعلى. ولما سألها لو معاها شريك في الترشح قالت له اللي هي تختار أي حد عشوائي لأن هي محتاجة نائب رئيس على الورق وخلاص. وماشيكا افتكر لما أخته كانت بترشح نفسها للرئاسة من زمان. وبعد ما خلصت عالية طلبت من ماشيكا يساعدها في شراء هدومها، وعارفة اللي هي مش عندها أصحاب يروحوا معاها، وهو وافق يساعدها. وأثناء التسوق عالية كانت مستغربة ليه ماشيكا لطيف كده معاها، وافترض اللي هو لأنه مش شايف اللي هي هتنجح في الرئاسة. وعالية اختارت حاجات كتير تجربها، وماشيكا كان لازم يقول رأيه في كل واحدة فيهم طبعا. وهي مصممة اللي هي تبهره بذوقها في الموضة، وغيرت أول لبس ومش متأكدة من رد فعل ماشيكا. ولدهشتها قال لها اللي هي شكلها حلو جدا ومدحها بطريقة كويسة. وعالية اتصدمت من رد فعله، وماشيكا كمان كان محرج. وعالية اعترفت اللي هي ما كانتش تعرف اللي هو يقدر يمدح بنت، ولكنها اعتقدت اللي هو اتعود على ده بسبب يوكي. وبعدها كملت تجربة لبسات مختلفة، وماشيكا مدحها في كل مرة، وده رفع ثقتها في نفسها. واختارت حاجة بعد كده أصغر شوية وكمان فاضحة، معتقدة إن ماشيكا هيحبها. ولما وقف قدامه لاحظت إن يوكي موجودة كمان، وبسبب الإحراج عالية اتراجعت بسرعة، كورت في نفسها واتمنت اللي هي تختفي بالروسية. وماشيكا فهم اللي هي قالت كده ليوكي. وفي الإطار وهم راجعين للبيت عالية لسه محرجة، ولما نزلوا عند محطتهم عالية ما فكرتش كتير وقالت مع السلامة لحد لما اكتشفت بعد شوية اللي هما نزلوا مع بعض. وعالية وصلت البيت وماريا رحبت بيها بحضن وسألتها عن يومها،
وعالية قالت اللي هي قابلت ماشيكا ويوكي، وعالية كانت حزينة شوية، وماريا لاحظت ده وشافت عالية بتتوتر لما الموضوع بيخص ماشيكا، وماريا عبرت عن فرحتها ان اخيرا في ولد ممكن يحرك قلب عالية، وسألت إذا أريا ممكن تحبه، وعالية أصرت إن هما بس صحاب. وعالية بعدين حكت لماريا إزاي بقوا صحاب، و6 سنين فاتوا في روسيا، وفصل عالية اتكلم في مشروع جماعي وكانت متحمسة وراحت تعمل بحث، ولكن زمايلها اتكسلوا وقالوا عندهم وقت كفاية واتخانقوا كمان بسبب كده، وفي الآخر مجموعة تانية قدمت أفضل وحققت أحسن النتائج، وعالية زعلت إن مجموعتها ما خدتش المشروع بجد، ولكن لومها على نفسها لأن هي كانت متوقعة أكتر منهم. هي قررت تعمل كل حاجة لوحدها، ولما انتقلت للأكاديمية بتاعت سيري الكل اتعجب اللي هي نجحت في الامتحانات بتاعت الانتقال الصعبة جدا دي. وفي الفصل لاحظت ماشيكا نايم جنبها وقررت تصحيه وتعرفوا على بعض، وماشيكا لاحظ في فصول تانية اللي هو نسي كتابه او اتكاسل او نايم. هي استنتجت اللي هو حتى في مدرسة مرموقة زي أكاديمية سيري دي في برضه طلاب كسالى. وأثناء مهرجان المدرسة الكل كان بيجهز للحفلة، وعالية كانت مركزة على خياطة فستانها، ولما قرب الوقت يخلص قالت لبنتين قربوا منها اللي هي هتفضل شغالة شوية، والبنتين تمتموا شوية بين بعضهم وقالوا ان ده مجرد مهرجان. وعالية حست ان اللي حصل في مدرستها القديمة بيتكرر، وهي اتصابت في ايديها تاني، لكنها كانت مصممة تخلص شغلها. وقتها ماشيكا دخل وقالها تروح البيت، واكد لها ان هم يقدروا يتعاملوا مع كل حاجة مع بعض بكرة. وعالية اصرت تفضل وتكمل شغلها، وماشيكا قال لها ان نادي الحرف وافق يساعد ازاي، ومأذله كمان يفضل في المدرسة الوقت متأخر، وحسها اللي هي تروح على البيت. وعالية زعلت وقالت اللي هي بس عايزة تعمل كل حاجة ممتازة لو هتشارك، ورفضت تقلل من الجودة. وبعد كلامها ماشيكا قال لها ان مش لازم تعمل الحاجات لوحدها، الغرض كله هو الشغل الجماعي. وعالية ما عرفتش ترد، وماشيكا اعتذر وقال اللي هو فاهم اللي هي بتبذل اقصى جهودها وشكرها على تعبها، وفي الاخر قررت تروح البيت. وفي اليوم اللي بعده بدأوا تجهيزات المهرجان، وتيشي كان قائد وحمس الكل، وكل واحد عمل دوره. وبعد نجاح المهرجان اتكافئوا على مجهودهم. وفي الحفلة بعد المهرجان عالية لقت ماشيكا قاعد على السلم وطلبت تقعد معاه، وساعتها وافق. واثناء ما الكل بيرقص اتكلموا كتير، وفي اخر كلامهم عالية شكرت ماشيكا اللي هو ساعدها تفهم لو كانت هتعمل كل حاجة لوحدها اللي هي عمرها ما كانت هتحس بالمهرجان زي ما حست بيه دلوقتي. وكمان اعتذرت لان هي زعلت منه، وماشيكا طمنها وقال لها اللي تمام، وان هو ما بذلش نص مجهودها او مجهود تايشي. وعالية بعدين سألت ازاي ترد له الجميل، وهو قال لها اللي هو حابب يناديها باسمها المستعار اللي هو عالية. ولما سألت هي هتستفيد ايه، قال لها ان هو هيستمتع بكون الشخص الوحيد اللي بيناديها بالاسم ده. 3 اولاد قربوا من عالية علشان يطلبوا اللي هي ترقص معاهم، ولما هم كانوا بيتخانقوا مين بقى يرقص معاها، ماشيكا مسك ايديها وقال لهم اللي هي متاخده خلاص، ووداها لصالة الرقص، وحست قلبها بيرتعش. واليوم اللي بعده في المدرسة ماشيكا نايم تاني، وصحي لقى عالية بتبصله كأنه زبالة بشرية، وقالت بالروسية ان هو لما كانت مفكرة اللي هو كويس امبارح بالليل بعد كلامها. وماريا دلوقتي فاهمة سبب حب عالية الماشيكا، ولكن عالية مستمرة في الجدال وبتصر اللي هو مش كده وان هما بس صحاب. وماريا وهي بتبص على القلادة قالت اللي هي فاهمة لانه وهي وسو كانوا كده برضه. والنهاردة في المدرسة ماشيكا راح مكتب مجلس الطلاب علشان يغطي عن يوكي، وماريا عرفت نفسها وقالت اللي هو هيخرج يتسوق معاها، ومسك ايديه وقالت له انها متشرفه بلقب صاحب عاليه. وبعدين فجاه بصت له بصدمه، وفضولها خلاها تساله عن اسمه، وبعد ما جاوب كانت مصدومه اكتر. وبعدين ركزت وسابت الاعتذار وقالت لهم يروحوا دلوقتي بالروسيه. وماشيكا سالها قالت ايه، وهي شرحت له، وكانوا المفروض يشتروا شاي، بس ماريا كانت عايزه تشتري لعب اطفال في المجلس، وماشيكا حاول يمنعها، وفي الاخر اقتنعت بحاجه واحده بس، دمية قط شبه عالية. وأثناء الرحلة ماشيكا فكر إذا كانت ماريا دايما نشيطة كده، وفكر قد إيه عالية ممكن تكون مضغوطة بوجودها. ووصلوا لمحل الشاي، وماشيكا عرض يمسك الدمية وهي تجيب الشاي، وصاحب المحل اداها الشاي أحمر علشان تدوقه، وهي ادته لماشيكا. وماشيكا اتفكر في أمه بسبب الشاي الأحمر، وافتكر لما أبوه قال اللي هو قرر يعيش بعيد عن أمهم. وماشيكا زعل لأنه قرر يروح مع أبوه ويوكي
اللي كانت مريضة في الوقت ده، وماريا لاحظت وشه الحزين وقالت له شكلك متألم جدا، وساعتها حضنته علشان تواسيه، ولكن هي حرقت ظهره بالشاي السخن. ولما رجعوا على المدرسة أول حاجة كاكي علق عليها كانت الدمية، وروه الأدوات اللي جابوها. وكنزاكي شكر ماشيكا وقال اللي هو لو كان ساب ماريا مكتب مجلس الطلاب كان هيبقى زي مدينة الملاهي. وبعد كده سأل إذا كان غير رأيه في الانضمام لمجلس الطلاب، وماشيكا رد لأ، ولكن ذكر اللي هو مفيش مانع لو يساعد من وقت للتاني. وماريا كمان حاولت تقنعه ينضم، ولكن أصر اللي هو مش مستحق يكون ضابط في المجلس. وكنزاكي قال اللي هو كان نائب ممتاز في المدرسة الإعدادية، ولكن ماشيكا قال اللي هو ما كانش عنده هدف وما استخدمش منصبه علشان يحقق اي حاجة. وكنزاكي شرح له اللي هو ما فيش اي مشكلة في كده، وقال له اللي هو انضم للمجلس علشان يكسب قلب البنت اللي حبها. وماشيكا اتفاجئ، وكنزاكي وراه صورة لنفسه زمان وقال له اللي هو ما كانش شاطر في اي حاجة وما كانش بيحب المدرسة لحد لما حبت شيساكي اللي دلوقتي بقت صاحبته ونائب رئيس مجلس الطلاب. وهو اشتغل بجد علشان يبقى راجل يستاهل يبقى صاحبها، وان رئاسة المجلس كانت جزء من ده. وكنزاكي شدد على ان ماشيكا مش محتاج سبب معين علشان ينضم، وماريا اضافت ان مش مهم ليه اللي هو ينضم، المهم اللي هو هيعمله في وقته هناك. وماشيكا افتكر موقف في المدرسة الإعدادية لما يوكي قالت اللي هو دايما بيكون موجود معاها، وقال لهم اللي هو هيفكر في الموضوع. وبعد كده سأل عن عالية وقالوا له النهارده اللي هي راحت تحل نزاع بين فرق البيسبول وكرة القدم. بعد ما عرف ملخص النزاع من كنزاكي ماشيكا اعتذر وقال اللي هو يتأكد إذا كانوا بيتخانقوا ولا لأ. وفي الوقت ده عالية بتحاول بكل جهدها تتوسط في النزاع، ولكن اللاعبين مش سامعين كلامها وخلافهم غطى على صوتها، وهي حست بالعجز فنادت للمساعدة بالروسية. وفجأة ماشيكا دخل من الباب وأعلن إن مجلس الطلاب بعثه كدعم، وقدم نفسه كمسؤول الشؤون العامة للمجلس. ومن وجهة نظر ماشيكا هو كده بيحل المشكلة. وهو ماشي ناحية غرفة فريق كرة القدم سمع الخلاف جنب عالية وهي بتحاول تهديهم، وعرف ان ده مش هيظبط الدنيا لان الطرفين متحمسين جدا، ولكنه قال ان دي تجربة كويسة وطلب منها تصبر، وكان هيلف علشان يمشي ولكن عالية بتناديه للمساعدة. وساعتها عالية اتفاجئت اللي هي شافته، ولكن بدعمه قدروا يوصلوا لحل مثالي ونهوا النزاع. وفي طريق رجوعهم عالية سألته ازاي قدر يتصرف بكل سهولة كده، وشرح لها اللي هو بيستخدم المعلومات اللي عنده، واقترح الحل الصح. وهم ماشيين قابلوا كنزاكي اللي كان مستنيهم، وماشيكا فهم ان كل ده كان خطة علشان يقنعوه ينضم للمجلس، ولكن قرر ينضم على كل حاجة. وكنزاكي فرح وقال له يروح المكتب فورا. وفي طريق رجوعهم للبيت ماشيكا اتكلم عن احساسه اللي هو اتلاعب بيه وده علشان ينضم للمجلس، وعالية قطعته وسألته اذا كان قرر ينضم علشان يساعد يوكي في الانتخابات. وماشيكا سألها اذا كانت هتتنازل عن الترشح لو قال ايوه، ولكنها اكدت اللي هي مصرة اللي هي تترشح حتى لو ده معناه التنافس. وماشيكا عرف اللي هي مش هتستسلم لان هي دايما طموحة، واعلن اللي هو ناوي يدعمها ويكون معاها. وعالية اتلخبطت وما قدرتش ترد، وماشيكا مد ايده وطلب منها تمسكها، وعالية اتأثرت ودمعت وخدت ايده. هو قال لها اللي هم فريق واحد، وهي قالت حاجة بالروسية. وفي اللحظة دي ماشيكا افتكر صاحبته من الطفولة، وعليها لاحظت اللي هو لسه بيحس بمشاعر روسية، وفهمت اللي هو بيفكر في بنت تانية فشدت ايده بقوة. وهو حاول يفسر ولكنها فهمت اللي هو كان بيفكر في يوكي، وقالت له اللي هو يمسك ايديها وراحت حطتها على وشه وده خلاه يقع. وعالية مهزومة عرضت ايديها تساعده وكملوا طريقهم للبيت. وماشيكا قال ان دي اول مرة بنت تضربه، وعالية قلقانة اذا كانت أذى، ولكنه طمنها اللي هو كويس. واتكلموا في حاجة خفيفة لحد لما عالية وصلت بيتها وبست ماشيكا وقالت له تصبح على خير، ودخلت بيتها وهو واقف متكمد زي التمثال وايده على خده. وفي طريق رجوعه للبيت ماشيكا فكر في كل اللي قاله لعالية في المدرسة، ولقى نفسه اللي كل الكلام باهت. وافتكر عالية وهي بتقوله اللي هي بتحبه بالروسية، وفهم اللي هي كانت فعليا بتغزله مش زي ما كان فاكر. وهو كان شايف اللي هي كانت بس بتلعب لعبة علشان ما يعرفش اللي هو بيقول ايه، وهي بتحاول تتجاهل الموضوع. وهو افتكر انها اكيد كده اتشدت في اللحظة دي زي ما هو اتشد. وماشيكا اعتقد اللي هي برضه ممكن تكون محرجة، وافتكر مشاكل اهله وحس ان الحب شعور هش مش مستاهل السعي وراه. ولما وصل للبيت لاحظ جزمة يوكي، ولكنه افتكر اللي هي قالت له اللي هي تكون مشغولة. وبعد كده
فهم إن يوكي كانت جزء من خطة إدخاله لمجلس الطلاب، وعلشان كده كدبت عليه وقالت مشغولة علشان يغطي عنها، وفتح باب الحمام ولقى يوكي بتتوضى وهي غطت نفسها بسرعة وزعقت له وقالت له اطلع بره. ولكن ماشيكا عرف انها رتبت المشهد كله لانه اكيد خرجت لما سمعت الباب بيتقفل، ويوكي طالت تظاهر وسحبته لورا، ولما حاول يمشي سألته اذا كان مش فضولي يعرف ليه عملت كده، وهي شرحت له اللي هم عايشين مع بعض سنين وهو عمره ما شافها وهي بتغير عليه، وقالت لازم يحصل مرة واحدة على الأقل في حياتهم، واتخانقوا بطريقة مرحة، وقالت ان ده طريقتها علشان تعوضه على الخدعة. وماشيكا كسر الفقاعة ولا اللي هي بتعمله ده مش هيغير اي حاجة، لان الاستعراض ده مش جذاب خالص، والمتعة فعلا هي في النظر سرقة. وبعد ما خرجوا من الحمام يوكي فضلت في غرفة ماشيكا بتنشف شعرها، وسألته إذا قرر ينضم للمجلس، وده اداله فرصة اللي هو يقول لها إنه قرر يدعم عالية بدلا منها في الرئاسة. ويوكي اتظاهرت بالدراما وقالت إن عالية خطفت أخوها منها وشتمته، وكملوا الجدال بتاعهم، ولكن ما كانش جد قوي. وفي الآخر قالت اللي هو يصالحها ويصفف لها شعرها، وما كانش قدامه اختيار غير انه يساعدها. وماشيكا اعتذر لان هو اختار عالية، ولكنها قالت له ما يعتذرش دلوقتي، دي بقت منافسة اخوية. وماشيكا طمنها اللي هو ما زهقش منها ولا حاجة، ولما يوكي خرجت طمنته اللي هو يقدر يرجع لها في اي وقت لما يتعب من عالية. وبره بابه هي حست بالراحة انه لا حد يحفزه، ولكنها قالت اللي هي برضه مش هتستسلم. وفي اليوم اللي بعده ماشيكا صحي لوحده من غير اي ازعاج من يوكي، وحس اللي هي متضايقة جدا، وقعد يتخيلها اللي هي قاعدة عمالة تعيط في سريرها، وعرف اللي هو لازم يعوضها. واول لما رجله لمست الارض يوكي مسكت رجله من تحت السرير، ورد فعله كانت مرعبة ضحكتها جدا، وحاولت تطلع ولقيت نفسها محبوسة، وطلبت من ماشيكا يساعدها، ولكنه حاول يخنقها بدلا من كده. وفي المدرسة عالية كانت متوترة ومستنية ماشيكا يظهر، وحاولت تتصرف عادي، ولكن اتفاجئت لما سمعت تحيته لاصحابه، وهي راحت سلمت عليه، ولاحظت اللي هو متوهج، ولاحظت اللي هو مش زي نفسه العادية، وفكرت اللي هو شكله جذاب جدا، بس على طول وبخت نفسها علشان بتفكر في كده في الفصل. وماشيكا مغمضش عينيه، وعالية افترضت اللي هو بيحاول يكون كويس ليها، افتكرت كل اللي قالوها لها امبارح بالليل. فجأة بكرة اتضربت ناحية عالية، وردت عليها كأنها محترفة في الوقت ده، وماشيكا اتضرب في راسه بالكورة واضطر يخرج يستريح شوية. وعالية خرجت تقابله وسألته إذا كان كويس بجد، لأن هي مهتمة بيه. وعالية اتأكدت اللي هو كويس، ولكن نظره راح على المنطقة الحرجة وما قدرش يشيل عينه من عينيها، وفكر في نوع السرقة اللي كان بيفكر فيها امبارح. وعالية قالت اللي هو لازم يشرب مية، وراح على الحنفية القريبة. وبعد ما خلص شرب طريقة عالية في الشرب أثرت فيه، واضطر اللي هو يبرد دماغه حرفيا. وماريا جت وساعدت ماشيكا ينشف شعره بفوطة، ولكن عالية سحبته وقالت اللي هم لازم يرجعوا، ومشوا وهم ماسكين ايد بعض. وماشيكا فكر ان عالية ممكن تزعل منه، ولكن لدهشته هي بس سألته اذا كان كويس. وقتها ماشيكا فهم ان العالية فاكرة اللي هو اتبلى علشان يبرد الجزء اللي الكرة ضربته، وهو قال لها اللي هو كويس، واتحرك بعيد لما حاولت تلمسه، وفكر اذا كانت دخلت مرحلة الرومانسية ولا لا. ما هو كان فضولي جدا وسألها هي ليه كده لطيفة معاه، وهي ردت عليه اللي هو مش نفسه على طول اليوم، وكانت قلقانة يكون في حاجة غلط. وماشيكا افترض اللي هو كان كده لانه منسيش يوكي تماما، وقال لها ان مفيش حاجه غلط، بس هو فطر الصبح وجي على طول. ووش عالية احمر لان هي ما كانتش فاكره ان الموضوع كده. وماشيكا أضاف اللي هو نام كويس، وعلشان كده ما غمضش عينه في الفصل. وعالية زعلت لأن هي ما قدرتش تنام الليلة بعد اللي حصل. طبعا ماشيكا حاول يطمنها، ولكنها مشيت وقالت لنفسها إنها كانت غبية علشان تقلق عليه، وقالت لنفسها إن مفيش طريقة اللي هي تحبه بعد المدرسة. وماشيكا سأل عالية إذا هي عايزة يروحوا مكتب مجلس الطلاب مع بعض، ولكنها اتجاهلته ومشيت، وقرر اللي هو ينضم لها على كل حال. وقدام المكتب شافوا شوية أولاء من فريق البيسبول وكرة القدم وهم بيعتذروا، وبعدين طلعوا يجروا. وده لما قربوا وفتحوا الباب شيزاكي وقفوا جامد جدا، ده بالسيف الخشبي. وماشيكا فكر يجري، ولكنها وقفت وقالت له اللي هي اسفه لان هي افتكرت الاولاد دول رجعوا. وعالية سألت عملوا ايه، وتشيزاكي
ردت اللي هي كانت بتوبخهم علشان ما يضايقوش عالية. ولما راحت تحل نزاع ماشيكا فهم ليه الولاد دول بينادوا لها بالرئيسة تشيزاكي، وبصت على كاكي علشان يساعدها، ولكنه بس ضحك واتهكم على الموقف وده خلاها تضربه. وماشيكا فكر ان ده منظر لطيف جدا، او ممكن لا. ماريا دخلت واعتذرت لان هي اتأخرت وقالت للاتنين ما يلعبوش كتير في المكتب. وبعدين شيزاكي اعتذرت لكنزاكي علشان ضربته جامد، ولكنه طمنها وقال لها عادي. وماشيكا مش شايف ان اللي من يحصل ده ممكن يبقى رومانسي، ولكن عالية قالت له يراقب كلامه. وماشيكا عمل نكتة على تشيساكي والسبب اللي بيخلي الناس ينادوها الرئيسة. عالية ضحكت جدا عليه، وماريا علقت على قد ايه هم قريبين من بعض. وعالية على طول غيرت تصرفها، وفي اللحظة دي يوكي وصلت وبدأ اجتماع مجلس الطلاب. وماشيكا قدم نفسه كعضو جديد مسؤول عن الشؤون العامة وكزميل عالية في الانتخابات. وخلص ماشيكا تقديمه، وتويويا رحبت بيه في البداية. وماشيكا مطلوب منه يتابع ويعاون ماريا، وبما انه كان نائب قبل كده فتويويا متأكدة اللي هو هيلحق بسرعة. وفي الوقت نفسه ماشيكا مطلوب منه يشتغل مع باقي الأعضاء لأن المجلس نقص فيه عدد الأعضاء بشكل كبير. ويوكي قالت اللي هي هتروح نادي الفن علشان يناقشوا المعرض اللي هيجي بعد كده، وقالت اللي هي محتاجة وجود عالية كأمينة صندوق لأن هي متوقعة إن الميزانية هتظهر. وعالية وافقت تروح معاها، ولكن ماشيكا حاسس إن في حاجة هتحصل وبيعمل اللي هي ما تبقاش مشكلة كبيرة. وعالية شكت إن هي ويوكي عندهم نفس الفكرة، فبدأت بالكلام أولا وطلبت تتكلم مع يوكي وهي وافقت. وراحوا على فصل فاضي، وعالية قالت لها اللي هي هترشح للرئاسة مع ماشيكا، ولكن يوكي قالت اللي هي عارفة ده من الأول. وعالية أضافت اللي هي مش ناوية تعتذر، ويوكي كانت موافقة على ده برضه رغم اللي ده مش عاجبها ان ماشيكا مش معاها. ولكن هي مش زعلانه من عاليه، وعاليه فضوليه ولكنها وافقت قبل ما تسال ايه اللي في دماغها. وكأن يوكي عارفه هي كانت هتسال ايه، واكدت اللي هي بتحب ماشيكا وشددت الكلام بشكل جريء كأنها بتحاول تغري عاليه اللي هي تعترف بمشاعرها. ويوكي بشكل مباشر سالت عاليه اذا كان عندها مشاعر تجاه ماشيكا، وساعتها عاليه اتلعثمت في الكلام وكانت متوتره وقالت ان عاليه صديقه عزيزه ليها حاولت تتجنب السؤال وقالت مش هتتكلم فيه. ويوكي كانت متوقعة ده وضغطت عليها أكتر علشان تعترف. وعالية كانت مش عارفة إذا كانت بتحب ماشيكا، ولكن هي قالت إنها مش هتسيبه ليوكي. وفي الآخر قالت إن ماشيكا ليها، ويوكي كانت راضية شوية عن اللي خدته لحد دلوقتي وكأنها موفرة بقية علشان التحقيق لوقت تاني. وقالت يروحوا يكملوا المشي لنادي الفن. وقبل ما يمشوا يوكي طلبت تنادي عالية باسمها العادي، بما إن عالية مش معارضة فوافقت. وهي خارجين يوكي طلبت من عالية تناديها باسمها العادي، وكمان عالية لسه متأثرة من المواجهة وحاسة ان هي قالت حاجة مجنونة قبل كده. وماشيكا وماريا كانوا غرقانين في الشغل على عكس ماريا اللي حسب ما ماشيكا شغالة زي آلة متقنة، شيزاكي كانت عبيطة جدا. وتويويا اضطرت تلاقي طريقة تخليها تبقى مشكلة بتاعت حد تاني. وتويويا اعتذرت نيابة عنها وشرحت لماشيكا اللي هو رغم ان هي دايما كده هي عنصر مهم في النادي، والمناقشات بتاعت ماشيكا اتفهمت تماما وكلنا عندنا عيوب. وماريا اقترحت بريك وقررت تعمل شاي، وهي بتحب تعمل شاي وبتعمله لوحدها، ورفضت عرض ماشيكا يساعدها. واثناء ده حدثهم عن الثقافة الروسية خلى ماريا فضولية عن معرفته بالثقافة الروسية دي. وماشيكا قال لها اللي هو شاف افلام روسيه كتير مع جده، وده حكايه تغطيه طبعا على حسب الطراز الروسي. وقدمت الشاي مع المربى، وماشيكا جرب الشاي وكان لذيذ، وفجاه فكر في حب امه للشاي وزعل تاني. وقريب جدا يوكي وآية رجعوا، وعالية قعدت جنب ماشيكا بحجه اللي هم مش عايزين تقعد على ركن الطاوله بسبب خرافه سوء الحظ. ماشيكا شاف الطاقه اللي عالية بتديها ونظره يوكي، وكان متاكد ان فعلا حصل حاجة. وأكد إن الخرافة مع ماريا اللي شرحت إن العذاب اللي هم يقعدوا على ركن الطاولة مش هيتجوزوا حسب الخرافة دي يا شباب اللي هي الإشاعة يعني. وماريا قعدت تهزر مع عالية وسألتها لو هي لقت حد تتجوزه، ولكن عالية طلبت تسيبها وشافت اللي هي مش عايزة تقعد هناك، وقالت بالروسية إن الجواز مش في الخطة دلوقتي. وماشيكا كان متفق، ولكن الطريقة اللي قالتها بيها خلتهم كلهم يحسوا بإحساس غريب. واليوم خلص ورجعوا للبيت، وماشيكا
ماشيكا وعالية ماشيين سوا، ماشيكا لسه شاكك ان حصل حاجة بين عليا ويوكي، وقف واقترح يروحوا مطعم قريب يناقشوا شوية قضايا عن الانتخابات، وعالية موافقة ولكن قالت بالروسية اللي هي مستاءة لان هي مش ده ميعاد. وجبات عالية كلها محتويات متعبة، وفي دفاعها برضو قالت اللي هي تعبانة ومحتاجة سكر كتير. وماشيكا استغل الفرصة وسأل اذا حصل حاجة بينها وبين يوكي، ولكنها نفت ده بطريقة غريبة، وسألت ماشيكا بصراحة اذا هو ويوكي بيخرجوا مع بعض. وماشيكا اكد ان هم لا، وماشيكا شرح لعالية اللي لسه محتارة ان يوكي بس بتلعب معاها عشان تشوف رد فعلها. وماشيكا بدأ يتكلم في الشغل وقال بصراحة اللي هم مش هيقدروا يهزموا يوكي، وهي دلوقتي الرائدة في الانتخابات ولها تأثير كبير، وعدد من المتسابقين قل كتير جدا علشان الناس استسلمت. وهو مستمر في شرح الانتخابات، عالية مركزة على ان هم في الواقع في موعد، وبتسأل ليه هو حاسس كده، وبدأت تاكل بسرعة علشان تلفت انتباه ماشيكا، وده نجح. وقررت تنشئ الجو بنفسها وعرضت تأكل ماشيكا. بعد اقناع كتير ماشيكا خد الاكل من عالية، وباقي الناس في المطعم كأنه هم شافوا شبح كده. واثناء تواجدهم ماشيكا لاحظ تنيمة وهو ماشي جنبهم، وعالية رجعت انتباهه علشان مناقشة الاستراتيجية ازاي يهزموا يوكي. وماشيكا قال ان هم مش هيقدروا يواجهوا وش لوش، واضح ان هم محتاجين حملة تجذب الطلاب وتقنعهم يقفوا معاهم حسب قصة الرئيس تويا. وانه في البداية ترشحه كان هو بيهزر، ولكن مع الوقت اتغير للأحسن، والناس شافت تقدمه وانضموا ليه. والهدف ان الجمهور يشوف ان عالية شغالة علشان تحقق اللي نفسها فيه. وفجأة ماشيكا افتكر المعلقة اللي عالية اكلت بيها ولسه محتار يعمل بيها ايه، وعالية كانت نفسها برضه، ولكن ماشيكا جهز خطة وعمل طلبية وطلب كمان معلقة جديدة. ولما كل حاجة اتقدمت عالية قالت ان كان ممكن ما يعملش كل التعب ده، وبسبب اعتقادها ان ماشيكا بيحب البنات غمزت له وقالت له اللي هو احمر من حاجه. وماشيكا اتفاجئ من روعتها في التعامل مع الموقف، وعاليه قالت بالروسيه ان ماشيكا هو الوحيد اللي هتعمل له ده. وماشيكا حس بالفخر وشكرها في دماغه، واكيد مش عايز يبوظ الخطه دلوقتي. وهما رجعوا للشغل، واول فرصه يوروا الطلاب مجهود عاليه هي حفل ختام الفصل، وهدفهم يعرضوا الخطاب بطريقه كويسه. وعاليه كانت محتاره تعمل خطابها عن ايه، وماشيكا طمنها اللي هي هتكون كويسه وهي على طبيعتها. وبنشوف اللي وجبه ماشيكا كانت حاره جدا زي اكل فيها فلفل وبس، واكد ان لايا ده مساله ان الاكل الكويس لما عرض عليها ياكل، وافتكر اللي هي مش كويسه مع الاكل الحار. وآية من ناحيتها مش عايزه تتراجع علشان ده يكشف اللي هي مش قادره تاكل الاكل الحار للاسف. وبنشوف اللي فيه فلفل كامل اتحط في حصتها، وماشيكا لاحظ ده، ولكن جانبه المظلم اتغلب عليه. وعاليه بدات تاكل، ودلوقتي ايه ممكن عندها نفس تجربه تنين مبتدئ بينفس النار، والتاثير استمر لحد الرجوع. ولكن عاليه طمنت ماشيكا اللي هي كويسه. ولما سأل عاليه كانت فضوليه جدا تعرف يوكي هتعمل ايه ومين شريكها الجديد، ولكن ماشيكا مش شايف الموضوع مهم لان يوكي مشهوره لوحدها، وقال اللي هم هيتعرضوا لمشكله لو يوكي جابت معاها ناس زي تانيميا مثلا. وتانيميا كان منافس قوي ليوكي في المدرسه الاعداديه. وماشيكا كان لو استسلمت يوكي عن الرئاسة أي حد يوكي ممكن تختاره، وهم يعرفوا في الآخر. وفي اليوم اللي بعده يوكي قدمت شريكها الجديد آية نو، وآية قدمت نفسها، ولكن ماشيكا كان متوتر من ردة الفعل. مستوى تهديد يوكي زاد، كأنك كده متأخر ب4 أهداف، وميسي قرر ينضم للفريق التاني. وتمام انت بقيت متعرض للخطر. واضح ان ماشيكا وآية عارفين بعض. وماشيكا ماشي في الممر واتقطع عليه منادات اسمه، وآية نو ظهرت فجأة وخضت ماشيكا لأنه ما شافهاش قبل كده. وبعد ما اعتذرت اللي هي خوفته طلب الضياع من وقته. وأثناء النقاش ماشيكا طلب منها توصل للموضوع بسرعة، وآية أكدت إن ماشيكا قرر يترشح مع عالية في الانتخابات الرئاسية، وذكرت إن جد يوكي جينسي مش راضي عن اللي حصل ومش مصدق إن ماشيكا هيقف في طريق يوكي بعد ما تخلى عن اسم سو. وماشيكا افتكر كل حاجة بتاعت جينسي وقال لها عن قراره مع أبوه، كرهه اللي هو دلوقتي بيحاول يتصرف كعائلتهم. وآية جت تتأكد بنفسها إن ماشيكا هيترشح مع عالية، وإن شغلها تقييم أي شخص ممكن يكون تهديد ليوكي. وسألت ماشيكا إذا كان اللي هو ناوي فعلا اللي هو يضر بيوكي، وهو أكد اللي هو مش ناوي يضرها أكيد. وهي فضولية ليه ماشيكا مستعد يخون ويأذي أخته علشان عالية.
وبتشوف إذا كان ممكن يكون عنده مشاعر خاصة ليها، وماشيكا وضح إن ده مش حقيقي وإنه وعد اللي هو يساعد عالية تكسب الانتخابات، ونواياه كانت كده وخلاص. وماشيكا طلب يوصل الرسالة لجين سي ويقول له أي مشاكل عنده ممكن يتكلم فيها شخصيا وما تزعجش يوكي تاني. وآية طلبت من ماشيكا اللي هو يوعدها إنه حب ليوكي هيفضل زي ما هو، وماشيكا قال لها إن مهما يحصل يوكي هي لسه أهم شخص في العالم بالنسبة له، وهو مصر يعمل كده. وأيانو اتفاجئت ولكن فهمت وختموا كلامهم. وهي ماشية ماشيكا حس بخيبة أملها. وفي الفصل هيكارو وتيشي قاعدين على مجلة ايدول، واثناء نقاشهم سألوا ماشيكا مين الايدل المفضل ليهم. الايدل ده يا شباب اللي هو الفنان، وهو مش مهتم بالموضوع ده، ولكن بعد ضغط عليهم اضطر يختار الايدل اللي اختاره كانت شبه عالية وتيشي جدا. وهيكارو حس اللي هو معجب بالنوع ده من البنات، وكمان شاكين اللي هو بيعمل حركة مع عالية لانه بيناديها باسمها المستعار. وماشيكا صحح ده وقال اللي هو مش شايف عالية بالطريقة دي. وفي اللحظة دي عالية وصلت وبصت مباشرة لشكل ماشيكا مع مجلة الايدل دي، حتى لما حاول اللي هو يحاول اللوم على تايشي غيروا موضوع النقاش وبقى يتكلموا عن نوع البنات اللي بيحبوهم. وعالية بطريقة ما لقت نفسها داخلة في الوصف اللي ماشيكا اداه، ولكن ده ما طولش كتير لان تايشي وهيكارو بدأوا يتكلموا بطريقة وحشة عن صفاتها. وماشيكا لاحظ من غير قصد ان عالية اتضايقت وحاول يصلح الموقف، ولكن تايشي عمل زيادة عن اللزوم وخلى الامور اسوأ. وعالية اخدت المجلة ومشيت، وايونو بلغ يوكي بكل حاجة عن نقاشها مع ماشيكا وهي لسه معجبة بيه. ومن كلامها يوكي حست ان ممكن يكون عندها مشاعر تجاه ماشيكا. وايانو قالت ان هي مكتئبة وعايزة تركز عليه لانه مجرد خدمتها ليه ده هيكون كفاية. وصوتها كمان كان كأنها على شغلها وبس. وآية قالت ليوكي انه حسب ماشيكا وهي لسه اهم شخص ليه، وده خلى يوكي متحمسة جدا. ويوكي ما عندهاش مشكلة ان ماشيكا في الفريق المنافس لان هي شايفة ده تحدي افضل من عالية اللي مش شايفاها تهديد اصلا، وهي متحمسة تواجه اخوها اللي دايما كان احسن منها في كل حاجة. والجو في المكتب بتاع الطلاب بقوا كأنه وقت فراغ وهم بيلعبوا كوتشينة. يوكي مزقت عالية تماما لانها اذكى في الالعاب الخداع والفهم السريع، وماشيكا وتويا وتشيزاكي كانوا بيراقبوا اللعبة وبيقيموها واكتشفوا ان عالية سهلة جدا في التوقع. وآية قدمت لهم الشاي، وتولايا مدح سلوكها جدا لانه شاكك اللي هي اتعلمت من جدودها اللي كانوا شغالين مع جدود يوكي. وآية قالت إن ده مش شغل عائلي، هي اختارت تعمل ده لأنها كانت معجبة بجدودها وبدأت في الطريق ده من الصف التاني علشان لاحظت إن يوكي تستاهل الخدمة، وكانت هتقع في كلمة ماشيكا بدلا من يوكي طبعا. وده خلى ماشيكا متضايق شوية وطلب يكلمها لوحدها بعيد عن الناس. وآية اعتذرت على إن هي كانت هتكشف سره، وماشيكا كان كويس طالما ما حدش لاحظ. وتويا سألها إذا عدم إصدار صوت مهارة في الخدمة، وآية قالت جدودها علموها كده بشدة. وماريا بعد كده انضمت ليهم، ولأنها قالت اللي هي عالية بتسيبهم، عالية ويوكي بدأوا مواجهة قوية. وتويا أملها ما يحصلش خناقة، ولكن ماشيكا وماريا حسوا إن عالية مبسوطة فعليا وخلصوا الشاي وراحوا يجيبوا أكتر مع بعض. وعلى غير المتوقع تويا حفظت طلبات من سماعها مرة واحدة. وفي الطريق ماريا شكرت ماشيكا لأنه واقف مع عالية لأنها ما كانتش عندها حد تعتمد عليه، وده خلاها ممتنة. وماشيكا سأل إذا ماريا إذا كان قصدها تخبي الجانب المسؤول عن عالية، وماريا وافقت وكأنها تتكلم خطاب درامي، وما نفتش إن هي أحيانا بتكون مرتاحة مع عالية، ولكن اعترفت إن عالية مجتهدة جدا وبتركز لما بتحط حاجة في دماغها، وده اللي هي عاجبها فيها، وكل اللي بتعمله لمصلحة عالية كأخت كويسة. وماشيكا أشاد بيها وقعد ما يقولش لعالية أي حاجة. وماريا قالت إن كمان إن ماشيكا بيحاول يكون مسترخي، ولكنه قال اللي هو مش زيها، هو بس بيحاول يحمي نفسه. وماريا دقت على دماغه وده كان مريحش ليه، واستغرب ليه كان قادرة اللي هي تكسر حمايته الداخلية كده. وبنروح لعالية اللي كانت ماشية في الممر لما زميلتها اسمها سايكا نادت عليها وعرفت نفسها وقالت اللي هي عايزة تكلم عالية، وانتقدت عالية لأن هي ماشية مع ماشيكا واعتبرتها حركة غير الآداب، واتهمت عالية إن هي سرقت شريك يوكي المستهدف
الموضوع اتصاعد وخلى باقي الطلاب ينتبهوا، وماشيكا جري على طول علشان يتدخل وشرح لسايكا اللي هو اختار عالية بإرادته، ولكنها ما صدقتش واتسألت ايه اللي خلاه ينضم لطالبة منقولة. ماشيكا قال اللي هو اتكلم مع يوكي وهي موافقة، وأضاف إن أي حاجة سايكا بتقولها غلط، وطلبوا من سايكا تعتذر لعالية، ولكنها شايفة ماشيكا هو اللي غلطان. وسايا قربت منه وتحدته لمجلس الطلاب وكأنها طلبت معركة رسمية، والأخبار انتشرت في المدرسة، وسايا كانت جدية جدا وده صدم ماشيكا. وسايا شايفة ان ماشيكا مش المفروض يكون في مجلس الطلاب او الانتخابات الرئاسية، وعالية اصرت اللي هي تشارك مع ماشيكا لان هي فريق واحد. وبعد كتير من الصراع سايا وافقت اخيرا وخططت تحريجهم، وتويا اعلن موضوع مناظرة مجلس الطلاب لماشيكا وعالية، وهم مش فاهم ليه وافقوا اصلا، ولكن هم شرحوا ان الفوز في المناظرة هيديهم شرعية للمنافسة في الانتخابات. وعالية اضافت ان سايا سابت لهم اعانات كتير جدا فلازم تعتذر، وماشيكا شاف ان دي فرصة يعرفهم بنفسه، وتويا فهم وقرر يعلن، ويوكي تطوعت تجهز الاعلان واتمنت لهم حظ كويس. وماشيكا وعالية درسوا بجد للتحضير للمناظرة، واثناء الدراسة عالية سألت ماشيكا اذا كان عنده مشاكل مع سايكا وبتتساءل ليه عملت كل ده، وماشيكا شرح اللي هم كانوا بيحترموا بعض وما يعرفوش ليه عملت كده، وتخمينه ان سايكا شايفه اللي هو بينضم للانتخابات بدون سبب مهم، وكمان ساب يوكي لشخص غريب. وعالية حست بالذنب لان هي السبب في كل ده وهي مصممة تكسب، وماشيكا على نفس الصفحة. ويوم المناظرة شريك سايكا نوح قابلهم وكانت متفائلة وقدمت لهم نفسها لعالية، وبعد شوية كلام راحت قدام، وماشيكا قال اللي نوح صديقه الطفولة لسايكا وهي مشهورة ومؤثرة وده عنصر مهم، وطلب من عالية تركزها على سايكا. الطلاب مش عارفين عنها كتير بس يعرفوا اللي هي مجتهدة في الدراسة، وعالية على المسرح مش متأكدة إذا كانت هتقدر، والجمهور مش متقبل وجودها، وماشيكا نداها وده رجع لها الثقة وركزها على الهدف. وتويا أعلن وبدأ المناظرة، وسايكا بدأت بقوة نقاطها الواضحة ومعتمدة على الحقائق وكأنها بتحاول تجذب الطلاب بسهولة. ودلوقتي دور المعارضة. عالية بكل ثقة طلعت على المسرح واتبعت نصائح ميشاكا وفضحت حجج سايكا، وكانت كويسة جدا لدرجة ان الجمهور اتقسم بين الفريقين، وماشيكا فخور جدا. ولما خلصت عالية كلامها الجمهور زقف لها والمناظرة الحقيقية بدأت، وسايكا طرحت أسئلة صعبة ولكن عالية جاوبت عليها كلها، وده خلى سايكا متضايقة لأن هي استهانت بعالية، وفجأة فوضى في الجمهور عطلت عالية وهي اتلخبطت وبدأت تتلعثم، وماشيكا اتدخل وطلع على المسرح بطريقة رائعة وأنهى المناظرة بحماس، واستخدم مثال تويا علشان يوضح ضرورة الطلاب يختاروا قادتهم بأنفسهم، وكلامه كان سريع وجذاب للجمهور. وسايكا زعلت وجريت بره، وعالية راحت وراها، ونوح قبل الهزيمة سحب الاقتراح، وسايكا استمرت في البكاء، وعالية حاولت تهديها، وسايكا كانت متأثرة ومكسورة لأن ماشيكا اختار يقف مع عالية بدلا من يوكي، وكسر العلاقة اللي كانوا متعودين عليها كثلاثي مقرب، وكانت منزعجة من إنها خسرت قدامهم وسابت حلمها، وفشلت في التعبير عن غضبها إلا على عالية. ونوح وصل وطمن عالية إن هي مسيطرة على الأمور، وقبل ما تمشي عالية قالت اللي هي متأكدة إن ماشيكا أخد القرار الصح وتشتغل علشان تثبت لسايكا إن الدنيا ماشية صح كده. وقبل ما عالية تمشي نوح نصح سايكا تعتذر لعالية لما تهدى، ويوكي كانت بتتفرج على كل ده وحاسة إن هي مش هيقدروا يقفوا قدامها، وقالت إن فريق ماشيكا ما عندهمش الغريزة القاتلة وده هيفشلهم، ودورها الكبير اتأثر لأن آيانو ما انتبهتش بدري، واعترفت بصراحة إن ماشيكا وعالية أدوا أداء رائع. وعالية كلمت ماشيكا عن كل اللي قالته سايكا ووعدت تشتغل علشان تثبت إن هو أخد القرار الصح، وماشيكا وعد اللي يعمل نفس الحاجة. وعالية سألت ماشيكا ليه اختار يترشح معاها مش مع يوكي، وشرحه ما كانش واضح، ولكن هو وضح اللي هو ساعد يوكي بسبب شعوره بالذنب، وشعور اللي هو سابها وراه دلوقتي دي حاجة مختلفة، وده سبب اختياره اللي هو ده يعمله بإرادته. وسأل عالية ليه بتترشح معاه، وردت بالروسية بتعليقاتها المعتادة. وفي عشاء قصر السوق جينسينج جاب سيرة سياسة يوكي في المدرسة،
وعارف إنها ممكن ما تكونش موهوبة زي مشيكا، ولكنه أصر اللي هي ما تخسرش منه، وشدد على إن هي لازم تعيش حسب التوقعات، لأن هي دلوقتي شايلة المسؤوليات اللي مشيكا هرب منها. وأم يوكي يومي قعدت ساكتة طول العشاء وهي بتسمع الكلام ده، ولما خلص العشاء يومي قربت من يوكي وسألتها لو لسه مقربة من مشيكا، ويوكي قالت أيوة، وده طمن يومي جدا اللي كانت قلقانة. وبعد كده في أوضتها يوكي طلبت حضن من آيا نو وهي اديتهولها فورا، وده خلى يوكي تحس بتحسن. وفي المدرسة شوية ولاد كانوا بيمدحوا مشيكا على فوزه في المجلس وسألوه شوية أسئلة، وهو راح لمكانه الأول وسلم على عليا قبل ما يجاوب على أي حاجة، وهو حول لها الأسئلة والولاد اترددوا، ولكن مشيكا أشار لهكاره وسأل سؤال وعليا جاوبت، ومشيكا اتفرج وهو مبسوط. ولما شافها بتتفاعل فرح جدا، ولكن لما الولاد التانيين بدأوا يسخروا من سايكا عليا اتضايقت وطلبت من مشيكا يخرج معاها شوية. هو اخترع عذر ومشي وراها. وفي مكتب مجلس الطلاب عليا ومشيكا ناقشوا موقف سايكا، ومشيكا قال اللي هم ما عملوش حاجة غلط، ولكن عليا عايزة تساعد سايكا، وهو واقف في الآخر وفكرها اللي هو موجود علشانها، وعليا اتأثرت. وفي نفس الوقت مشيكا حاسة بحاجة غريبة، كان تويا وتشيساكي مستخبيين وقرروا يتظاهروا اللي هو مش شايف حاجة، ولكن عليا كانت على وشك تبدأ مشهد رومانسي ما بينهم، وعلشان يشتت انتباهها نادى على المستخبيين اللي خرجوا مكسوفين وبيدوروا على اعذار. كل اتفق يعملوا كانهم ما شافوش او سمعوا اي حاجه. ولما خرجوا من المكتب عليا بدات تتصرف زي بنت اعترفت بحبها وطلعت تجري من الخجل. وفي فصل تاني نوح كان قاعد هو واصحابه، ولما مشيكا قرب منها علشان يتكلم خصوصي معاها راحوا اوضه فاضيه، وطلب مشيكا مساعدتها علشان يصلحوا صوره سايكا، واقترح ينشروا اشاعه تفسر سبب مشيها في اليوم ده. ونوح سالت اذا ده مش هيأثر على فوزه في المناظرة، ولكنه ما اهتمش، ونوح وافقت تساعد لان هي شايفة لازم تنظف غلط صديقتها. وبعدها مشيت، ومشيكا استخدم مهاراتها في الملاحظة علشان يلاقي ايا ويوكي اللي كانوا مستخبين ورا مكتب المدرسة. ويوكي شرحت ان هم لاحظوه وهو قرب من عدوه وقرروا يتجسسوا، وللأسف مشيكا شاف كذبها، فاعترفت يوكي ان هم كانوا بيتظاهروا باجتماع سري من غير ما يعرفوا ان اجتماع فعلي هيحصل فجأة. وعليا لقيتهم ولكنها فهمت غلط وقررت تسيبهم لوحدهم، ومشيكا حاول يمنعها ولكنها مشيت. ويوكي استغلت الفرصة وبدأت تضحك عليه كعادتها. ولما رجعوا للفصل نوح بدأت إشاعة إن سايكا هربت لأن هي زعلانة من بنات نوح في الجمهور. وفي نفس الوقت مشيكا شرح نفسه لعليا كأنه حبيب اتقبض عليه بيعمل حاجة مش واضحة، وعليا ما صدقتش عذره فاستسلم. وبعدين اقترح يذاكروا مع بعض بعد المدرسة. وبعد المدرسة وهم بيذاكروا في مكتب شؤون الطلاب عليا كانت قاعدة قريب جدا من مشيكا، وفكر في نفسه وقال مادام محدش شايفهم فمفيش مشكلة لو كان يتربى شوية. ولما الباب اتفتح شاف يوكي وآية، ويوكي بدأت على طول تضحك على أخوها، والبنات دخلوا الأوضة ويوكي سألت لو ممكن ينضموا، وعليا رفضت بالروسية. ولكن لما مشيكا سألها قالت ده تمام، وأضافت بالروسية اللي هي بتحب تكون لوحدها معاه. ومشيكا تقريبا فقد أعصابه من جمالها. وهم بيذاكروا عليا لاحظت إن مشيكا كان بيقرأ الحلول وبس، وهو شرح لها إن أسهل يحفظ الحلول بدل ما يفهم كل خطوات الحل. وآية ويوكي أكدوا إن ده أسلوبه في المذاكرة. ومشيكا سأل آية لو في حاجة مش فاهماها وعرض يشرح لها ولكنها رفضت. وأثناء الكلام عليا لاحظت حاجة غريبة وسألت لو هم فعلا مجرد صحاب طفولة. ومشيكا قال أيوة، وسألها ليه مهتمة كده، وعليا ردت إن هم قريبين جدا من بعض بشكل مش طبيعي لأصحاب الطفولة. وفي اللحظة دي ماريا دخلت وراحت تعمل الشاي العجيب بتاعها لكل الناس، واكتشفت كتاب مشيكا اللي قال اللي هو صادوه من حد وكان عن التنويم المغناطيسي. وماريا حبت تجرب التنويم وعليا رفضت، فماريا راحت لمشيكا وهو وافق يساعد، وطبقوا تعليمات الكتاب. ومشيكا بدأ يقرأ الأوامر وأمرها تنام نوم عميق، وأول طبعا ما يسقف وفجأة نجح والكل اتفاجئ. ومشيكا بسرعة شاف الكتاب وعرف ازاي يصحيها وقرا ان الموضوع ولمس كتفها. وماريا صحيت وسألت ليه وقف بعد ما قال هيسقف، ومشيكا اتفاجئ اللي هي مش فاكرة. وعليا فضلت مش مصدقة،
فيوكي اقترحت اللي هي تنوم هي كمان علشان تتأكد، وعالية وافقت، وماشيكا بدأت التموين مرة تانية، ويوكي حست بالفضول ليه ماريا بتتنوم تاني. وبعدين جالها فكرة شقية واقترحت اللي هم يخلوهم من غير قيود تماما ويخلوهم يتعروا. ايه الاقتراحات الغريبة دي؟ واقترحت كمان يكشفوا أسرارهم العميقة، ويوكي قالت إن ده جزء من الحرية، فقرروا يمشوا على ده. ويوكي قررت تبقى العقل المدبر الشرير وتقول الموضوع للبنات، والبنات وافقوا على طول وقربوا من ماشيكا. واتضح إن كل ده كان لمسات على الراس، وماريا بتدي ماشيكا، وعالية لمست على الراس من غير حدود. وفجأة عالية قامت وبدأت تشيل هدومها، وماريا انضمت ليها، وماشيكا اتوتر جدا وحاول يفوق عالية بس ما نفعتش. ويوكي جربت كمان نفس النتيجة، والأشقاء كانوا واقفين مرتبكين ومش عارفين يعملوا ايه. وفجأة تشيساكي دخلت وهي متلخبطة، ويوكي شرحت بسرعة كل حاجة من غير تفكير. تشيساكي عملت حركة كاراتيه رجعت الوضع بتاع البنات في النوم، وعالية وماريو صحوا على الكنبة وهم كانوا متحيرين جدا. ويوكي اقترحت يلبسوا هدومهم الأول وساعتها هيفهموا الموضوع كله، وفعلا فهموا وقعدوا يصرخوا. وماشيكا بدأ يبص بعيد ببراءة، وتشيساكي قربت منه وعرضت تعمل له إعادة كمان لأنه شاف البنات عريانة. وفي البيت ماشيكا كان مش قادر يركز في المذاكرة ودماغه متشتتة، وده بسبب الانمي بتاعه المفضل اللي هيتعرض قريب. وفجأة تليفونه رن، وعالية كانت متصلة، وماشيكا رد بمزاح وسألها إذا اتصلت علشان وحشتها ليه. وعالية ردت بروسية سألت إيه المشكلة يعني، وبعدين شرحت اللي هي اتصلت تتأكد اللي هو بيذاكر لأنه قال إنه ساعات بيكسل لوحده. وعالية اقترحت رهان الأول سألت عن هدفه في الامتحانات، وماشيكا رد اللي هو هدفه يبقى من الأوائل. وعالية قالت اللي هو لو وصل لهدفه هتحقق له أي أمنية، أي حاجة يحبها، ولكن لو فشل لازم يعمل أي حاجة هي تطلبها. وماشيكا وافق على الرهان، وبالصدفة الموضوع وصل لسنتهم، وعالية صارت اللي هم نفس السن. وماشيكا اختلف وقال اللي هي اتولدت في نوفمبر وهو اتولد في ابريل، وده خلاها اكبر. وعالية صممت وده خلى ماشيكا يخلص المكالمة. والحقيقة عالية اتصلت لان هي اتخضت من فيلم الرعب، ودلوقتي زعلت لانه ما قالهاش على عيد ميلاده. وبعد ايام بعد الامتحانات ماشيكا اقترح يمشوا سوا للبيت علشان يناقشوا حفل الاختتام ده، وعالية وافقت برضه ولكن ببرود. وفي الطريق ماشيكا لاحظ ان في حاجة غلط، وعالية ما لعبتش معاه بالروسية من مكالمتهم الأخيرة. ولما حاولت تجيب موضوع الحفلة هو قاطعها وسألت تتصرف كده، وعالية اشتكت اللي هو لاحظ، ولكن هو ما دعاهاش على عيد ميلاده. وماشيكا نفى انه عنده حفلة، ولكن عالية صعب تصدق ده. وبعد شوية فهمت ان حفلات الميلاد مش منتشرة في اليابان زي روسيا، وماشيكا داس عليها في الهزار وقال اللي هي نفسها تحتفل معاه. وعالية شرحت بالروسية ان في روسيا عدم دعوة شخص لحفلة عيد ميلادك معناه انك ما بقتش صديق. لما كانت عالية هتمشي ماشيكا طلب منها تحتفل بعيد ميلاده معاه حتى لو بعد شهور علشان يفضلوا صحاب. وعالية ابتسمت شوية وكملوا مشيهم، وتاني يوم اتفقوا يقابلوا بعض زي ما اتفقوا. وماشيكا اتفاجئ من لبس عالية وهم ماشيين، لاحظ ان الناس بيبصوا عليها مرتين. عالية قالت ده تمن الجمال، وماشيكا افترض اللي هي بتتعرض للاعجاب كتير. وعالية اكدت خصوصا في الويك اند وقالت اللي هي بتتعامل مع ده بالكلام الروسية لحد لما يمشوا لبعيد. وماشيكا ارتاح اللي هو ما بتتعاملش بالعنف. ولما ايه سألت هو كان بيفكر في ايه رد بالراحة اللي هو مبسوط اللي هي ما تسمحش لأي شخص اللي هو يعجبها بسهولة. وعالية ضحكت وقالت اللي هو بيملكها وكأنه حبيبها. وماشيكا رد اللي هو بيتصرف وكأنه حبيب في موعد غرامي. وعالية فجأة فهمت اللي هو ده أول ميعاد ليها وقالت بالروسية على موضوع الميعاد ده. وماشيكا اتفاجئ ولكنه فضل هادي وفكر يمكن تقصد ان ده أول ميعاد معاه لأنها أكيد ما كانتش أول مرة تخرج قبل كده يعني. ووصلوا للمطعم بعد كده وماشيكا كان فخور اللي هو اختار المكان الصح، ولكن عالية كسرت فرحته وقالت اللي هي عارفة المكان قبل كده. وبعد ما قعدوا ماشيكا أخيرا بدأ يتكلم عن حفل الاختتام، وشرح إن أول حاجة المرشحين للرئاسة هيرشحوا دوافعهم وسياستهم، وبعدين شركائهم هيقولوا ليها هو واقفين اللي معاهم. والجزء المهم مفيش تصويت رسمي ولكن في حاجة مشابهة، وبعد كل عرض الجمهور بيرد وبيسقف للثنائي اللي عايزه يفوز.
والتاني ممكن ياخد صمت كامل. وماشيكا حس اللي هو وعالية مش هياخدوا نفس رد الفعل زي يوكي، فاقترح ان هدفهم يكونوا يحافظوا على الجو تحت السيطرة. وكمان اقترح يبدأ كلامه هو الأول، لأن الزوج الأول غالبا بيرد عليه الجمهور بصمت، وده بيوفر لهم عذر حتى لو يوكي غلبتهم. وعالية ما كانتش مبسوطة، وماشيكا جاب خيارات تانية ولكن مش نضيفة برضه، زي لعب ألعاب عقلية مع يوكي وآية، وده ما عجبش عالية. وعالية قالت إن الموضوع كان مختلف لو الفريق التاني حاول يضايقهم، لكنها متأكدة إن هم مش هيعدوا الحد ده. وماشيكا كان هيقول حاجة، ولكن وقتها وصل الأكل وهو رفع كوباية تحت نفسه وخبط الكوبايات مع بعض قبل ما يبتدوا ياكلوا، والاتنين اتفقوا إن الأكل كان لذيذ. وعالية شكرت ماشيكا لأنه حللها مشكلة سايكا، وبعد كده بدأت تهزر معاه علشان هو محمر شوية، وبتقوله اللي هو لطيف، وبقى ده واضح مش مخبيه بالروسية. وقدمت له قطعة ستيك عربون شوك، وماسيكا لاحظ اللي هي بتبقى جريئة جدا لما بتحس اللي هو متلخبط، وهو خد الستيك وافتكر المرة اللي معرفتش تستخدم المعلقة. وبعد كده فكر هتعمل ايه دلوقتي، بس عالية ما اهتمتش واستخدمت الشوكة على طول. وماشيكا فكر في نفسه ان هي حطته بالظبط في المكان اللي هي عايزاه. وبعد الاكل عالية طلعت هدية، وماشيكا فرح جدا وشكرها وفتحها فورا، وكانت كوباية فخمة جدا وهو حبها. وتاني يوم في المدرسة في اجتماع أولياء الأمور، أعضاء مجلس الطلاب اتجمعوا شوية وهم مستنيين أهاليهم. ماريا راحت تعمل شاي كالمعتاد. مش عارف إيه ماريا دي، هي قهوجية ولا إيه؟ يا إخواتي عملتوا لايك للفيديو ولا لسه؟ يا ريت محدش ينسى يعمل لايك لو عجبكم الفيديو، لأن ده بيفرق معايا جدا وبيساعدني إن أكمل. مش هطول عليكم، يلا بينا نكمل. وهي رفضت مساعدة آنو اللي كانت عايزة تساعد خلال الاجتماع، وتويا وشيكي لسه قدروا يعملوا رومانسية بسيطة. وماريا قدمت الشاي وقعدت، وموشيكا لاحظ اللي هي لسه متضايقة من حادثة التنويم المغناطيسي. ولما وصل أهل تويا الاجتماع خلص، وموشيكا عرض يساعد ماريا ترتب وهما بيغسلوا الصحون. اعتذر موشيكا عن حادثة التنويم، وماريا قالت له لا مفيش مشكلة لأن هي بدأت الموضوع. وبعد كده سألت هي عملت إيه وهي متنومة، وموشيكا قال لها، وهي ارتاحت لما عرفت إن ده هو بس كل اللي حصل. وبعد كده وبشجاعة واجهته عن إنه شافها وهي بتتشال كده، وماشيكا قال لها ان ده كان محتوم يحصل، وده زعل ماريا شوية ولكنه لقاها لطيفة بدل ما تكون مخيفة، وشدت خدوده وطلبت منه ما يحرجش البنات، وهو استجاب لها على طول. وأم ماريا وصلت فاضطرت تمشي، وماشيكا عرض يكمل ترتيب. ودلوقتي فضل هو ويوكي بس، ويوكي بدأت على طول تضحك على أخوها. وأيوة آية كانت موجودة كمان، ولكن يوكي ما اهتمتش وبدأت تتهم ماشيكا بالبرود والبعد عنه، وخلته يحس بالذنب. وكانت غيورة من الوقت اللي بيقضيه مع عالية، وتصرفت زي الأطفال المدللين رغم اللي هي في المدرسة، وطلبت منه يدلعها، وماشيكا وافق على طول. وبعدين عمل موقف محرج شوية وسماها قطته الصغيرة، ويوكي ضحكت، وده خلى ماشيكا يحس بالحرج، وهو ما بقاش عايز يكمل. ويوكي قالت له اللي هي كانت بس بتهزر معاه، وحاولت تقنعه انه الموضوع كويس، ولكنه رفض يسمع. وفي الوقت ده وصل جد كوس، ولما ماشيكا خرج يقابله بدأ يسأله عن لبس المافيا اللي عليه ده، وكوس اعتقد ان شكله حلو وحط نضارة علشان يكمل اللوك، وهم مستنيين دورهم عند المدرس. وكوس سأل إذا كان والد ماشيكا مشغول جدا المرة دي، وماشيكا شرح إن أبوه اتنقل للسفارة اليابانية في إنجلترا السنة دي وممكن يكون مشغول جدا. كوس قال إن لازم يلاقي وقت على الأقل، ولكن ماشيكا أكد إن ده تمام، وكوس بدأ يهزقه. ولما عالية خرجت من الأوضة بتاعة الموظفين مع أمها، عالية عملت موقف محرج لماشيكا اللي قال إن السبب هو هوسه بروسيا. والأم اتقدمت وفرحت لما قابلت ماشيكا أخيرا، وقالت إن عالية كتير بتتكلم عنه وبتتوهج لما بتعمل كده. وفجأة كوس وقف قدام عالية وطلب منها تنضم لعيلتهم وتتجوز ماشيكا. ماشيكا اتحرك جدا لما عالية وأكيما خرجوا، وأكيما هزرت معاها عن جوازها من ماشيكا. بعد ما ماشيكا وكوس قابلوا المدرس وصادفوا يوكي ويومي في الممر، وماشيكا افتكر ذكريات الطفولة لما كوس ويومي سلموا على بعض لما كان صغير وكان بيحاول يرضي والدته. وفي اليوم ده كان عنده أداء بيانو ولكنها ما تأثرتش خالص. وبعد كده بدأ يتدرب جامد لدرجة إن أمه صرخت عليه اللي هو يوقف، وماشيكا صحي وهو حاسس بحرارة، وده كشف له ذكريات مؤلمة
السما، وفتح الباب يشوف مين اللي بيرن الجرس، وكانت عالية. ويوكي قالت لها عن البرد بتاعه وطلبت منها تجيب الدواء، وعالية طلبت تخش وقالت ان يوكي طلبت منها تيجي وتداويه. ومع ان هي مش كده، لما دخلت بصت اوضته وقالت بالروسية اللي هي ريحة ولد. وعالية سألت هو عايز شوربة او اي اكل يعني، واقترح اللي هو يتعمل له اكل، لكن مشيكا قالت مش عايز يستنى لساعات فاختار الشوربة. وعالية رجعت دليل أبرانزيرة للطبخ، لاحظت الكوباية اللي هي جابتها له، ولأنه كان بيستخدمها هي كانت مبسوطة جدا. ومشيكا كانت حرارته عالية. لما عالية رجعت بالشوربة وتعجب من المأزر بتاعها، وخد أول معلقة من الشوربة ولقاها لذيذة جدا. وعالية سألت عن أهله، وهو قال إن أبوه شغال ومفيش أم. وبعد ما خلص الأكل شكرها وقال اللي هو هيقدر ينام وهي ممكن تمشي، ولكنها أصرت تقعد في الصالون تذاكر شوية، وذكرته يركز على نفسه الأول. وبالليل مشيكا صحي وافتكر إن عالية هتمشي خلاص، ولكن اتفاجئ إن هي وآية واقفين على بعض كده. ولما لاحظوه آية جريت جنبه وطلبت منه يعتمد عليها، ومشيكا حذرها تاخد بالها أو ممكن يحصل موقف. وعالية دعمت كلامه وقالت لآية تبعد، وآية رفضت وقالت إن ده واجبها كخادمة. وعالية قالت إن خادمة ليوكي مش لمشيكا. وقالت لعاصمت وقالت ان يوكي طلبت منها تهتم بمشيكا، فده يدخل في مسؤولياتها. وقالت لعالية تروح تجهز نفسها لبكرة. ومشيكا سأل عن بكرة، وعالية قالت مش حاجة خاصة يعني، بس مدرسة قبل ما تمشي طلبت من آيو اللي هي تهتم بيه، وسابت مشيكا. وآيو جابت له البروشت اللي هي عملته عالية، وطعمه كان كويس جدا. وبعد ما خد الدواء حس بالنعاس ورجع سريره، وقعدت جنبه كأنها بتراقبه. ومشيكا قال لها ترجع عند يوكي وتريح هي كمان، وهي سمعت الكلام. ومشيكا فكر ان هو كان لازم استخدم البطاقة دي قبل كده. وتاني يوم لما صحي مشيكا آيو كانت موجودة، ولاحظ اللي هو اتأخر في النوم، ولكنه قال اللي هو حاسس بتحسن النهاردة. وآيو ارتاحت وروحت تحضر الغدا. ولما مشيكا خد أول وجبة المدرسة كانت خلصت، وآيو جابت له الدواء كمان. وحاجة ضيقت مشيكا، فطلب يشوف علبة الدواء واكتشف اللي هي بتخليه نعسان، وسأل ليه ما قالتلوش. وآيو اعتذرت وأكدت إن يوكي هي اللي طلبت من عالية تجيب له الدواء. ومشيكا قرر يروح المدرسة، وآيو حاولت تمنعه. وبعدين قال خلاص الوقت متأخر. ومشيكا جري للمدرسة وسمع شوية طلاب بيمدحوا يوكي كأنها الملكة. ومشيكا اتضايق وما توقعتش إن يوكي تتحرك، ولسه لما لقى عالية في الفصل حزينة، وهي اعتذرت عن الفوضى اللي حصلت وشرحت له كل حاجة. وفي اليوم اللي قبله بعد ما يوكي طلبت من عالية تجيب له الدواء، يوكي دعته لظهور ضيف بس أثناء الغدا النهاردة، وضغطت عليها لحد لما وافقت. ويوكي قالت إن عالية شكلها مهملة جدا، وسألت لو هي حتى بتحاول تنافسها. وبعد كده يوكي أظهرت ابتسامتها المخيفة ومشيت زي الشريرة وبتحذر عالية من الخطر. وعالية فهمت ان الموضوع أكبر من كده، ويوكي نصحتها بالحذر، خصوصا ان ده حصل أثناء مرض مشيكا. وعالية كانت شجاعة وقالت ان يوكي قادرة تقدرها وجهزت نفسها قدر الإمكان، ولكن يوكي فضلت برضه تفاجئها. وبعد ما خلصت المدرسة يوكي اعتذرت لعالية عن تصرفها اللي فات، وقالت ان هي ما كانتش عايزة صداقتهم تتوتر. وعالية قبلت الاعتذار. ويوكي قالت لعالية عن فقدان أخوها الكبير اللي كان موهوب قبل سنين، وده خلاها تحت ضغط تحقيق توقعات العيلة. وشرحت ده كان بسببها في الترشح للرئاسة. وقبل بس المباشر يوكي سألت عالية ليه عايز تكون رئيسة، وعالية اتلخبطت واتلعثمت أثناء البث. وعالية قالت لمشيكا إن البث كان كارثة كاملة، وأفكر إن دي حركة ذكية من يوكي علشان تكسب. وعالية حزينة من نفسها، ولكن مشيكا قاطعها وشرح لها اللي هي كانت وقعت بالظبط في خطة يوكي. ويوكي ما كانتش عايزة تاخد الصدارة بالبث، بس كانت عايزة تشوش عليها قبل حفلة الاختتام. وعالية فهمت ده واخدت نفس عميق وشكرت مشيكا، وهو ابتسم ومد ايده على دقنه وضحك، وعرفوا ان يوكي لعبتها صح. وعالية بصت بعيد وخدودها محمرة وقالت بالروسية ان هي بتحب شكل وشه جدا وانه لايق عليه. وبعد فترة وهم لسه في الفصل عالية اعترفت ان هي ما عندهاش اجابة واضحة ليه وعايزة تكون رئيسة، وقالت اللي هي بتسعى ليها لنفسها. ويوكي عندها السبب قوي، ولكن مشيكا طمنها ان ده تماما لو دوافعها مش نبيلة زي يوكي كده، وقال لها ان هي جذابة ومخلصة ومجتهدة، وشجعها ترفع
رفع راسها وأكد لها إن سحرها مش أقل من يوكي. وعالية ضحكت وقالت كأنها سمعت إعلان حب، وماشيكا اتلخبط ونفى. وعالية شكرته تاني وحست بثقتها راجعة، وفهمت إن مفيش فايدة من مقارنة نفسها بيوكي، ورغم اللي هي شايلة روح أخوها الراحل. بس ماشيكا مش مصدق إن أخته خلت عالية تفكر اللي هو مات، وحاول يوضح لها. لكن فجأة نوح دخلت وكان معاها سايكا، وسايكا اعتذرت على تصرفها الأخير، ونوح كمان اعتذرت، وعالية قبلت اعتذارهم ده برحب صدر. وسايكا كانت عايزة تعلن خسارتها في انتخابات مجلس الطلبة، ولكن ماشيكا وقفها وقال لها ان ده ممكن ترد له لطف عالية بطريقة تانية. وسايكا سألت هو ناوي يعمل ايه، وماشيكا شاركهم خطته، ولكن سايكا اصرت اللي هي مش هتنضم لفريقهم لان هي لسه مش مقتنعة ان المفروض يرجع لفريق يوكي. وماشيكا رد وقال لها ان في سبب اختاروا العالية، وان سايكا بدأت تفهمه كمان وكانت على حق، وسايكا وافقت تنضم، وبعدها نوح كمان. وبعد كده ماشيكا بص لعالية وقال لهم ان هم عندهم فرصة يهزموا يوكي، وعالية اتفاجئت لان هي كانت فاكرة ان هدفهم هو التعادل. وماشيكا قال اللي هو غير رأيه بعد حيلة يوكي الصغيرة، ودلوقتي لازم يهزمها تماما. قاعة المدرسة عالية بتتضرب على خطابها وماشيكا بيراقبها، ولما خلصت قال لها اللي هو كان كويس كفاية، ولكن عالية كانت قلقانة من الجمهور اللي هيبقى موجود. وماشيكا نصحها تركز على توصيل رسالتها، ولكن عالية مش متأكدة اللي هي تقدر تجذب انتباههم زي ما هو عمل. وهو رد وقال ان ده بيجي من الخبرة، واقترح لها خدعة تجربها، وعالية وافقت. ويوكي وأيانو انضموا ليهم على المسرح، ويوكي عملت اللي هي مش عملت حاجة غلط، وماشيكا حذرت عالية اللي هي ما تتخدعش، وقال لها ان اقناع يوكي بدأ يتكسر. ويوكي طلبت من عالية تأكد ان هم لسه على وفاق، وعالية أكدت لها ان ماشيكا قال لها اللي هو فرحان، ولكن يوكي حست اللي هو مش مبسوط منهم فعلا. وماشيكا نفى ده، ولكنه كمل وقال عن اللي عملته يوكي، ومش عارف اذا كان لازم يعلمها درس او يفتخر بمحاولتها. ويوكي حست بالتهديد. وبعدها تويا وشازاكي وماريا انضموا ليهم، وكان لازم يقرروا مين هيبدأ الكلام، واتفقوا يرموا عملة، ولكن ماشيكا أصر انه يكون حد غير يوكي او أيانو هو اللي يرميها. ولو عالية خمنت صح هتقدر تختار ترتيب الكلام، ولو غلط يوكي هتختار. وماريا وافقت تعمل ده، ولما رمت العملة يوكي فكرت في خياراتها لو هي كسبت الأول، وقالت هتحدد المستوى العالي وتقدر تحقق فوز حاسم لو راحت التانية، وأول فريق هياخد تصفيق مهذب ومش هتبقى سيطرة كاملة. وبالرغم اللي هي كانت عايزة تروح الأول، كانت كمان فضولية عايزة تشوف ماشيكا هيعمل إيه. وفي الآخر عالية خمنت غلط، ويوكي هي اللي اختارت وقررت تروح الأول، وهي فاكرة اللي هي هتهزمهم. وتويا أكد إن يوكي هتتكلم الأول وبعدين عالية، والكل اتفق. وتاني يوم بعد خطابات أعضاء مجلس الطلبة جه وقت المرشحين للرئاسة، ويوكي ظهرت واثقة جدا وهي بتروح للميكروفون وقدمت نفسها والجمهور دعمها. وبعدين اتكلمت عن رؤيتها وأكدت اللي هي تاخد آراء الطلاب بجدية وتحقق رغباتهم، وما نسيتش تذكر خبرتها كرئيسة في الإعدادي ودورها الحالي في الثانوية، وده علشان تضيف مصداقية طبعا. ولما خلصت كلامها الجمهور انبهر وسقف بقوة، وأيانا تابعتها بخطاب هادي وأشارت لبعض نقاط قوة يوكي. وماشيكا وعالية لاحظوا إن الفريق التاني جه ومستعد يهزمهم تماما، ولكن ماشيكا كمان كان جاهز. ولما جه دور عالية الطلاب لسه بيسقفوا بيتكلموا بين بعض، بدأ كلامها، ولما اكتشفوا ان هي بتتكلم روسي سكتوا كلهم وواضح عليهم الاستغراب. وعالية لاحظت ان عندها انتباههم فقلبت الكلام بالياباني واعتذرت عن استخدام الروسي، وقالت ان ده بسبب توترها، والطلاب لقوا ده مضحك جدا. ودي كانت الخدعة اللي اقترحها ماشيكا اثناء التدريب، وفعلا نجحت. وعالية قدمت نفسها وخطابها وظهرت كشخص مجتهد وبتدعم العمل الجماعي، واعترفت اللي هي ممكن ما عندهاش سجل قوي وممكن تكون ناقصة في شوية حاجات، ولكن حست الجمهور يتابع نموها علشان تكون الرئيسة اللي يستحقوه. ولما خلصت الطلاب بدأوا يسقفوا وكتير منهم وقفوا، وماشيكا مدح أدائها. وجي دوره دلوقتي، وماشيكا طلع على المسرح وأخد شخصية نائب الرئيس اللي كان مرح وابتدى يهزر، وبعدين اتكلم عن السؤال الكبير ليه ساب يوكي وانضم لعالية. وشرح ماشيكا ان الموضوع مش خبرة او قوة عقلية ولكن عن الكاريزما. وصف عالية بان هي صريحة وخطابها صادق من القلب، وقال اللي هو مؤمن ان هي الشخص الصح للرئاسة وطلب دعم الطلاب. واعلن ان لما عالية تبقى رئيسة مجلس الطلبة سايكا ونوح هيكونوا معاها كاعضاء، ويوكي
ما كانتش مبسوطة، والطلاب التانيين اتفاجئوا وانبهروا وسقفوا بحماس وهم بياخدوا تحية الفريق. ورا الكواليس بقى عالية شكرت سايكا ونوح على دعمهم ووعدتهم اللي هي مش هتخيبهم، وحست بثقة ان دافع يوكي مش هيطغى عليها تاني. وفي نفس الوقت يوكي قابلت هزيمتها لحد دلوقتي بس لليوم بس، وللأسف ماشيكا ما دخلش التوب، ولكن عالية جت أولى ويوكي التانية وهو ما كانش زعلان قوي. وهم خارجين ماشيكا سأل عالية عايزة ايه في الرهان اللي كان بينهم، ولكنها ما فكرتش في ده وكانت متوقعة ان هو اللي هيفوز. وعند الخزانات اقترح عليها تبدأ تناديه باسمه الأول، والموضوع كان محرج جدا وهي بتحاول، ولكن اتفقوا على كده. وبره المدرسة ماشيكا سأل متوتر إذا ممكن يقابلها في عطلة الصيف علشان يستعدوا للانتخابات الجاية. وهنا بيكون خلص الانمي بتاعنا النهارده. يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا لو انتم ما كنتوش اشتركتم في القناة. دي هي كل الطلبات اللي انا بطلبها، بس اشتراك ومجرد كومنت برأيك، ويا ريت بس لو تعمل لايك للفيديو. ولو كنتوا عايزين ان انا اعمل انمي معين يا ريت تكتبوه في الكومنتات وانا اكيد هشوفه والخصه لكم. وشكرا ليكم ومع السلامة.